استاذ محمود قال لي انا عايز هدى سلطان في مسلسل نجم الموسم. ليه بقى؟ قول لي بقى. هقول بس تعليق عام كده على بروفة الترابيزه. شوفوا ملاحظات محمد فاضل. انا رجعت تاني بقول بدون فهم المخرج لمعنى الدراما لا قيمه للتكنيك ابدا. لو محمد فاضل مش عارف يقرا الشخصيه صح، وكذلك معاه اسامه انور عكاش، يعني هما بيتكلموا هنا في تفصيله. ايه التفصيله؟ فضل مهداوي مسترجله ولا بتبين انها مسترجله؟ شوفوا الفرق، ده فرق دقيق في الاداء جدا في السيكولوجيه. لو حضراتكم رجعتوا المسلسل مش عارف هنشوف حاجه تاني من رايه البيضاء ناجلها. فضل معداوي تلاقيها هي انثى، وفضل معداوي حاسه بالنقص قدام جميل راتب رغم ان هي تبدو قويه. لو سناء جميل ما فهمتش ده هتأدي غلط، انتوا بتشوفوا ممثلين بيأدوا الشخصيه بشكل خاطئ ويبقى كان لازم سناء جميل في البروفه دي تحب فضل معداوي، تحبها لانها تعبر عن منطقها. احد اكبر الاخطاء التي يقع فيها الممثلون ان يكرهوا الشخصيه، يقول لك دي شخصيه شريره، راجل شاذ. انا مش يا سيدي، ما حد ما قلتلكش انت شاذ، بس انت لازم تعبر، لازم اصدقك انك شاذ. ده انت بتلبس جلد الشخصيه دي، فلازم تحبها وتفهم منطقها. فضل مهداوي هي نقيض سناء جميل في كل حاجه. شوفوا التحدي اللي عامله محمد فاضل، جايب واحده هي نقيض سناء جميل عكس جميل راتب. المفيد السفير مفيد ده هو تقريبا جميل راتب، الجنتلمان المهذب المثقف، جنتلمان اصلا. كانت سناء جميل تتخض من سلوك فاطمه المعداوي، لان كل الحاجات اللي هربت منها سناء جميل وبترفضها سناء جميل في حياتها لازم تعملها فاطمه المعداوي. فالشغل ده بقى مهم قوي، لازم محمد فاضل يقنعها ان تكون فضل ما تنسى سناء جميل دلوقتي، تنسى سناء جميل دلوقتي. لازم احس، ولذلك كانت مثلا في مشهد مهم قوي كانت بتشيش فيه ما تعرفش تشيش، فكانت تعمل كده، حاول مره واثنين وثلاثه ما امكنش، فكان تاني على سيد زياد كان بيشيش وراها يعني.